أنا ما كنتش خايفة، لأ، بس كنت حاسة إن في حاجة مش مظبوطة، والإحساس ده كان بيكبر كل يوم لحد ما بقى صوت عالي جوه دماغي بيصرخ فيا ويقولي: أنتي بتكدبي على نفسك. كنت ببص في ملامحه وهو نايم جنبي وأقول لنفسي: مستحيل، مش هو اللي يعمل كده. بس الغريبة إن أكتر ناس بنحبهم هم أكتر ناس حافظين السكة اللي توجعنا بجد. اليوم ده أنا ما صرختش ولا حتى دمعة واحدة نزلت مني، حتى لما شفت الدليل قدام عيني قلبي ما اتحركش من مكانه. يمكن عشان كان مكسور قبلها بكتير وما كنتش حاسة. سمعت اسمي بيتقال في فويس نوت وشفت صور. كنت فاكرة إن اللي بينا أمان، طلعت علاقتنا مجرد غطا. ساعتها سألت نفسي سؤال واحد: هو خاني ولا أنا اللي كنت عايشة في وهم؟ أنا ما اكتشفتش خيانته مرة واحدة. الخيانة عنده ما جاتش فجأة، دي جات على مهل زي السم. في الأول كان مجرد تغيير مش خيانة، تأخير من غير سبب، موبايل دايما مقلوب على شاشته، ضحكة وهو بيكتب رسالة، ولما أسأله يقول لي ضغط شغل. وكنت بصدق عشان اللي بيحب بيألف أعذار قبل حتى ما يشك. بعدها الغياب بقى أطول والبرود بقى أوضح، بقى يقرب مني وهو مش معايا، جسمه هنا بس روحه في حتة تانية خالص. وفي يوم لقيت رقم مش متسجل، مكتوب رمز وبس. فتحت الرسائل وكنت متأكدة إني هقفل أول ما أحس بحاجة غلط، بس ما قدرتش. كلامه ليها ما كانش مجرد كلام، كان نفس الكلام اللي قالهولي زمان، نفس الاهتمام، نفس الجمل، حتى نفس الغلطات الإملائية. ساعتها بس فهمت إنه ما أذانيش في جسمي بس، ده موت قلبي. والأسوأ إني اكتشفت إن الموضوع أكبر من كده بكتير. كان بيقابلها في شقتنا، الشقة اللي كان بيقولي عليها استثمار. كان بيوعدها ويطمني، بيضحك معاها ويرجع لي ساكت. ولما واجهته ما أنكرش، قالها بكل برود: ما كنتش ناوي أتعلق بيها. ضحكت عشان الخيانة دايما في نظرهم مش مقصودة. بس الضربة اللي كسرتني بجد لا كانت رسايل ولا صور ولا حتى الشقة. الضربة الحقيقية إنه خلاها تحلم، خلاها تصدق إنه هيختارها، وسابني أنا أدافع عنه قدام الكل. بعت له رسالة، وفي اللحظة اللي قالت له فيها أنا حامل، فهمت إن الخيانة مش بس إنه غدر بيا، الخيانة إنه سابني أعيش كذبة وأنا فاكرة نفسي مراته. والوجع الحقيقي إنه لحد آخر لحظة كان شايف نفسه مش غلطان. دلوقتي مفضلش غير سؤال واحد: هو خاني لما عرف غيري ولا لما كان بيرجع لي كل مرة ويكمل التمثيلية؟ ساعتها بس عرفت إن في خيانة ملهاش أي غفران